السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ بصوا يا جماعه، الحمص ده انا من بالليل غسلته نقعته، والصبح مسكته غسلته وسويته. بعد ما سويته بصوا صفيت الميه بتاعته اهو. هنشوف الميه دي بتاعته دلوقتي هنعوزها في ايه. بصوا بقى، وبعد كده قلت ايه احطه على النار. الطاقه دي يا جماعه حطيت في الملح اول ما استوى، ما حطيتش الكمون. ليه؟ قلت هعمله الطاقه دي بتاعت اكبر المحلات يا جماعه بتوع الكشري، بينشفوا الكشري كده، العدس الاسود. فانت لما بتيجوا تاكلوه بتلاقوه في طبق لوحده، بيبقى جميل جميل جميل. فانا قلت ايه اعمل لكم الطاقه دي تبقوا انتوا عارفينها اهي، انتوا اكيد عارفينها وكلنا بنعلم بعض. رميت فيه حته تومه ورميت فيه معلقه ملح، بس ما رضيتش ارمي الكمون. طب ما الاقيه نشف كده خالص. بصوا نشف ازاي، مش لازق. اقوم بقى ايه معلقه ايه الكمون الحلوه دي اهي، شايفين اهي، ارميها عليه كده عشان العدس بيحب ايه الكمون. نقلب بقى كده وهخليكم معايا عشان هتشوفوا الطاقه اللي جايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هتشوفوا دلوقتي احنا هنعمل ايه. وهنا حمص الشام نقعته من بالليل برضه، وغسلته الصبح وحطيته على النار، قعد بتاع ساعتين. اول ما استوى قمت راميه فيه معلقه الملح. بصوا حطيت فيه معلقه توم مفروم اهو، التوم المفروم اهو. رميت فيه ورميت فيه قرن فلفل سبايسي. لو عايزينه يعني حامي قطعيه، عايزينه طعم بس خليه بقى سليم كده اهو. والطماطم تحطوا بقى كده ايه اللون اللي هم ايه بيحبوه. هم ايه قالوا لي اللون ده كده حلو. خلاص حمص بقى، وتحصري بقى في ليمون، وحطيت فيه ملح والثوم المفروم زي ما قلت لكم كده. وتحطي فيه بصلايه. لو ما فيش ثوم مفروم بتحطي ايه تقشري فص ثوم وترميه فيه، بيبقى جميل قوي. معايا هنا كوبايه رز وكوبايه شعريه. تعرفوا احنا هنعمل ايه دلوقتي. وهنا معايا ايه البصل دوت قطعته بصوا جوانح كده. هتشوفوا دلوقتي هنعمل فيه ايه. هنحط كده فيه معلقه ايه ملح اهيت، وهندعك كويس قوي كده اهو. وهنا معانا براد ميه اهو بيغلي. بصوا بقى كده هفضل ادعك كده كويس قوي قوي اهو. وبعد كده هتشوفوا بقى هنعمل الطاقه الجايه ايه. بس خليكم معايا عشان كل يا جماعه طاقه في الفيديو ثانيه في الفيديو بنعمل ايه، بنقول معلومه جديده او معلومه احنا كلنا عارفينها، بس في ايه اللي هم لسه الجداد اول مره يخشوا المطبخ بيبقوا عايزين ايه يتعلموا طريقه الكشري ازاي. عرفتوا اهو. انا قلت لكم على العدس عملته ازاي، وعملت لكم على الحمص الشام اهو. شايفين بقى البصل بقى ايه دوت بالملح. ليه بقى عملناه بالملح؟ عشان لما تحمريه في الزيت السخن يبقى مقرمش. وهتشوفوا الطاقه الجايه هنعمل ايه. وفي بيحط نشا، بس انا صراحه حطيت النشا لقيت النتيجه هي فقلت على ايه النشا بقى، يبقى انا احط الملح بس. هنرجع مع بعض ونشوف الطاقه ايه الجايه هنعمل فيها ايه. خليكم بس معايا. بصوا يا حبايبي بقى الحمص اهوت حطيته بقى. بصوا جماله وحلاوته، حاجه بقى ايه اخطر خطير في الهوا بيطير. بصوا بقى الكوبايه مفرغاها بقى كده وتحطي عليها ليمون. جمال وحلاوته بصوا اخر جمال وحلاوه. وهنا بقى ايه العدس. لما بصي نشف بقى، بص اللون المجير ده. بصوا اللون ده يبقى مجير كده، بيبقى كده في المحلات يا جماعه اللون ده. ونقول من ايه عشان اما بيسلقوه بيحطوا بقى ايه ينشف زي ما انا اوريكم كده. وهنشوف بقى هنا دلوقتي دوت البصل اهو لما دعكته بالملح. بصوا هيحمر ازاي وهيخرفش في زيت غزير سخن. بصوا بقى هناخد من الزيت ده كده ونحط هنا. ايه السر بقى هنعمل ايه دلوقتي، هتشوفوا انتوا دلوقتي كل حاجه هتبقى قدامكم. هناخد بقى كوبايه الشعريه دي كده في زيت ايه البصل. كل حاجه بتعمليها حطي فيها زيت بصل. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه تاني. بصوا كده واللون ده خلاص احنا عايزينه اللون ده. نقوم طافيين بقى كده اهو. وهاخد بقى من الزيت ده كده لهنا واقلب بقى الشعريه دي. وهتعرفوا انا كنت حاطه كوبايه شعريه ليه. هتقولوا ايه ده كوبايه شعريه كوبايه رز مش عارفه. لا هتشوفوا دلوقتي الشعريه انا حاطه كوبايه ليه، عشان هنعمل الطاقه اللي جايه. هنعمل ايه. بصوا دي ميه المكرونه اهي. نحط فيها ايه برضو معلقه زيت بصل اهو، عشان المكرونه ايه ما تلزقش في بعض. شايفين اهو شايفين
الزيت اهو. هنحط بقى ايه المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال والحلاوه. هنسيبها بقى مع بعض كده، بس نديها تقليبه يا جماعه عشان ايه ما تلزقش في بعض اهو. نسيبها بقى مع نفسها كده ونشوف هنرجع نعمل ايه. هطلع البصل دوت، هشوف هنطلعه ازاي عشان يفضل مقرمش كده. لو قعد عندك يوم والتاني يفضل مقرمش برضه. هنرجع مع بعض واقول لكم. خلوا بالكم الحمص يا جماعه حطيته على النار. حطيت الحمص وحطيت عليه ميه من الحنفيه يعني ايه. وبعد كده لما بيعوز ميه بحط له ميه مغليه يعني. في اول السوا بحط الحمص في الحله وعلى ميه من الحنفيه. ما تحطوش ميه سخنه، لا هيجرزم معاكي كده وينشف مش هيستوي. لازم ميه من الحنفيه عليه. وبعد كده لما تلاقي عايز ميه تاني تزودي ميه مغليه. تكوني محضره براد ميه. برده العدس حطيت عليه ميه ساقعه وانا بسويه من الحنفيه. لو عوزت بزود من الايه ميه مغليه. هنرجع مع بعض ونشوف بقى الدنيا فيها ايه. لما نعمل الشعريه دي في طاقه دلوقتي هقولها لكم يا جماعه. نرجع مع بعض ونشوف مع بعض. والمكرونه شغاله اهي زي الفل، متلزقش ولا حاجه اهي. ليه؟ عشان حطينا الزيت. زيت البصل يا جماعه اوعوا تسيبوه اهو. هنرجع مع بعض ونشوف بقى الدنيا فيها ايه. خليكم معايا عشان في تكه هقول لكم عليها دلوقتي. بصوا يا حبايبي، احمد البصل انا طلعته. بس في غلطه يا جماعه خلوا بالكم. الغلطه ايه بقى؟ ان انا طفيت على البصل وسبته في الزيت عبال ما طلعته وعملت. لا، وهو على النار يا جماعه بتقلبي وبتطلعي. بس مع ذلك بصوا مخرفش برضه اهو. بس انا قلت لكم ايه، اقول لكم الغلطه دي. بس انا بقى في تكه تاني هقول لكم عليها. الرز اهوت خدت نص الشعريه اهي. هتعرفوا دلوقتي الايه هنحط عليها. شويه زيت بصل. وهنعمل ايه؟ هنولع عليها دلوقتي. وده التوم هنحط عليه شويه زيت بصل اهو. كل حاجه كده. وشويه الزيت دولت هقول لكم دلوقتي هنعمل بيهم ايه. هنولع بقى على الحاجه اهي. نوطي النار كده